المغربي وحصوله على كأس أفريقيا للمحليين دي حاجة من الحاجات اللي الواحد بيعتز بيها وبيفتخر بيها. والجميل في الموضوع إن الجمهور المغربي ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، استقبل المنتخب المغربي وبعثة المنتخب المغربي استقبال عالمي، استقبال تاريخي. والمشكلة في الإعلام الجزائري، أنا مش عارف هيفضل مركز مع المغرب لحد إمتى. مشكلة كبيرة جدا 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 يا جماعة. لما أشوف الإعلام الجزائري، وما بقاش الإعلام الجزائري على ما أظن بس دلوقتي، ده الإعلام الجزائري والإعلام التونسي وبعض من الإعلام المصري بيتكلم على المنتخب المغربي، ومش بيتكلم على المنتخب المغربي وبس، لا ده يعني بيتحسر ان منتخب المغرب هو اللي فاز ببطولة الشان، هو اللي فاز ببطولة افريقيا، هو اللي فاز على منتخب السنغال، هو اللي فاز على منتخب مدغشقر. خروج منتخب الجزائر يا جماعة سبب أزمة كبيرة جدا جدا مع الإعلام الجزائري، خلى الإعلام الجزائري يسلط الضوء على المنتخب المغربي. هما ازاي الناس دي بتكسب؟ هي عشان الناس دي زيادة عننا يعني ايد ولا رجل؟ لأ، هما المشكلة ان هما مش يعني المغاربة مش زيادة عن أي حد ايد ورجل، هما زيادة عن أي حد عقلانيا، تفكيريا، مهاريا. مهارة ما شاء الله يا جماعة، أنا مشوفتش كده، بسم الله ما شاء الله. يعني أنا كنت خايف أتكلم قبل كده على مهارات اللعيبة اللي غير طبيعية، بس خفت اطلع واتكلم الكلام ده تاخدوا عني فكرة مثلا ان انا يعني بحسد او الكلام ده، او بحقد او حاجة زي كده على الاعلام، على المنتخب المغربي. لكن هو مش جديد على المنتخب المغربي ان هو يبقى عنده رموز مهارية. شفناها في كأس العالم، كأس أفريقيا للشباب الناشئين، شفناها في كأس أفريقيا للشباب، شفناها في أولمبياد باريس، شفناها في مباريات كتير جدا، حتى يعني شفناها في يعني أقرب مثال المنتخب المغربي وجوده أمام منتخب مدغشقر اللي فاجئنا كلنا. منتخب مدغشقر يا جماعة بالأداء، هو أداء يحسب له إن منتخب مدغشقر يوصل لهذه النتيجة ويوصل للفاينل، دي حاجة أصلا في حد ذاتها يعني حاجة كبيرة جدا 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 لمنتخب مدغشقر. هيحكوا ويتحاكى عنه. احنا قابلنا منتخب، احنا صعدنا للنهائي أفريقيا المحليين قبل كده، ده احنا واجهنا المنتخب المغربي، ده احنا كنا هنكسب المنتخب المغربي، ما ده أكيد هنسمعه، وأكيد يعني هيحكوه ويتحاكوا للأطفال في مدغشقر إن هما المنتخب المدغشقري صعد لنهائي كأس أفريقيا للمحليين وواجه المنتخب المغربي، وكان قدامه فرصة إن هو يعني يعوض الفارق بعد ما تعادل مع المنتخب المغربي. كان عنده يعني مش مستكفي كده، لأ ده كان عنده طموح إن هو يكسب المنتخب المغربي. طبعا مكانش ينفع هزار في هذه المباراة للمنتخب، أبناء المنتخب المغربي، ومكانش ينفع أي غلطة من أبناء المنتخب المغربي عشان خاطر الغلطة فورة. فكان الناتج إن منتخب المغرب إن شاء الله تفوق وقدم يعني مباراة كبيرة جدا، يعتبر كان هو المستحوذ فيها بدرجة، يعني عايز أقول لك بنسبة مثلا 70%. المنتخب المغربي كان مستحوذ، أو ممكن يكون أكتر من كده والله. المنتخب المغربي كان مستحوذ فيها استحواذ كبير جدا جدا جدا، بس مش الاستحواذ هو اللي هيجيب لنا أهداف، لأ، هو الضغط. الاستحواذ زي الفل يعني على راسنا والكلام ده، إن المنتخب المغربي يستحوذ، لكن
عندنا كده زمان كانوا بيقول لك الكرة جوان أو الكرة أهداف، هي الكرة أهداف. مليون مبروك للمنتخب المغربي، وإن شاء الله نشوف القادم بإذن الله أفضل لأبناء المغرب، وإن شاء الله نشوف مستقبل أفضل للكابتن طارق السكتاوي. هذا السلام عليكم، نشوفكم على 10 كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.